لو فاكر إن رمضان جوع وعطش، يبقى عمرك ما دخلت رمضان بجد، لأن الشهر ده ما اتفرجش علشان يوجع بطنك، اتفرج علشان ينقذك من نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد الراعي، ودي حلقة جديدة من قناة خط. رمضان مش مجرد شهر بنبطل فيه أكل وشرب، رمضان حكاية طويلة بدأت من زمان جدا قبل الإسلام، وعدت على الجاهلية لحد ما وصلنا لأعظم تشريع نزل على أمة كاملة. عمرك سألت نفسك ليه رمضان مختلف عن أي شهر تاني؟ ليه لما اسمه بيجي تحس إن في حاجة بترفع روحك وتشدك؟ في الفيديو ده مش بس هنحكي إمتى فرض الصيام، إحنا هنغوص في أصل رمضان وتاريخه، وإزاي اتحول من شهر عادي لعبادة تملأ القلب والجسم والمجتمع بالخير. قبل ما الإسلام يجي، العرب كان عندهم 12 شهر قمري زي دلوقتي، ورمضان كان واحد منهم. اتسمى غالبا بسبب الحر الشديد، الشمس كانت بترمد الأرض وتحرقها، فالاسم جه من هنا. بس وقتها رمضان ما كانش شهر عبادة، كان شهر عادي جدا. الأسواق كانت مليانة تجار، الناس بتسافر بيبيعوا ويشتروا، والناس متعودين على عاداتهم البسيطة. قريش مثلا كانت بتصوم يوم عاشوراء بس، يوم واحد في السنة، شكرا لله على نجاة سيدنا موسى، وده تقليد واصل لهم من أهل الكتاب. غير كده كل قبيلة كان ليها تقاليدها الخاصة، قبائل تصوم يومين، قبائل تصوم 3، وناس ما تصومش خالص، من غير نظام ولا هدف روحي واضح. رمضان كان موجود بالاسم، بس المعنى الروحي اللي نعرفه النهاردة كان لسه ما ظهرش. ولما نزل الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدنيا اتغيرت. بس ربنا سبحانه وتعالى ما فرضش الصيام مرة واحدة، هيبقى تقيل على الناس. التشريع جه بالتدريج، خطوة خطوة، رحمة بالقلوب قبل الأجساد. في الأول قبل فرض رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا بيصوموا يوم عاشوراء. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر للمدينة ولقى اليهود بيصوموا اليوم ده، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصاموا وأمر بصيامه. وده كان تدريب للقلوب على الصيام، تجربة بسيطة قبل ما يتحملوا عبء رمضان كله. بعد كده في السنة التانية للهجرة نزل أول تشريع لصيام رمضان، لكن لسه مش بالصورة النهائية. ربنا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني اللي قادر يصوم يصوم، واللي مش قادر يطلع فدية، والناس تتعود على الصيام خطوة بخطوة. وبعدها نزل الحكم النهائي اللي استقر عليه الصيام لحد يومنا ده، لما ربنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من اللحظة دي صيام رمضان فرض ثابت من الفجر للمغرب على كل مسلم بالغ عاقل قادر. التدريج ده يوريك التدريج ده يوريك قد إيه التشريع الإلهي الرحيم. ربنا بيهيئ القلوب قبل ما يفرض الفريضة كاملة، عشان يبقى رمضان عبادة حقيقية مش عبء. ومن ساعتها رمضان بقى محطة سنوية لإصلاح الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستقبل رمضان بطريقة مميزة، كان بيصوم أغلب شهر شعبان كتحضير، ويكتر من الصلاة والدعاء، ويزيد في قراءة القرآن. وكان أجود الناس في رمضان، يطعم الغلابة ويفطر الصايمين. وقال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وفي رمضان كان جبريل عليه السلام بينزل يراجع القرآن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل سنة، السنة ورا السنة، لحد ما الصحابة كانوا بيشهدوا ختمة كاملة كل رمضان. وده اللي خلى رمضان يبقى شهر القرآن بجد، مش شعار وخلاص. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة حافظوا على روح رمضان، شهر قيام، صدقة،
وبكاء من خشية ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني فرصة حقيقية لأي حد تايه يرجع، وأي قلب قاسي يلين، والشهر كله بيبقى فرصة للخير. الصيام مش جوع وبس، الصيام تربية للنفس وتجربة صبر حقيقية. لما تبقى جعان وعطشان ولسه ماسك نفسك وما تغلطش، هنا معنى التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان بيعلمك الصبر، بيعلمك ازاي تتحكم في نفسك، يخلي لسانك أهدى وقلبك أنضف، وبيخليك تحس باللي ما عندوش ياكل طول السنة. مش إحساس مؤقت وخلاص، لكن شعور حقيقي بالرحمة. ومن الناحية الصحية، العلم الحديث أثبت إن الصيام بيريح المعدة، بينظف الجسم من السموم، بيجدد الخلايا، ويقلل الالتهابات والضغط والكوليسترول، وكمان بيظبط المزاج ويقوي السيطرة على النفس. التجارب أثبتت كمان إنه بيقلل الإدمان على التدخين والأكل الزائد، وبيساعد على التركيز والإنتاجية. رمضان كمان بيغير المجتمع كله: الإفطار الجماعي، الصلاة مع بعض، الصداقات، المشاركة، الروابط الأسرية. كل ده بيخلق مجتمع مترابط، والناس بتشعر بالسلام الداخلي والخارجي. السر الحقيقي في رمضان إنه بيصلح الإنسان من جوه، ولما الإنسان يتصلح المجتمع كله بيتصلح معاه. وعلشان كده لو بصينا للصورة من بعيد هنكتشف الحقيقة اللي بنحاول نوصلها النهاردة: إن رمضان مش مجرد شهر في النتيجة بيجي ويمشي، دي فرصة العمر اللي بتيجي كل سنة علشان تمسح اللي فات وتكتب سطر جديد. لازم نفهم إن ربنا ما فرضش الصيام علشان يتعبنا، فرضه علشان يحررنا من عاداتنا، يحررنا من شهواتنا ومن زحمة الدنيا اللي سحلتنا. رمضان هو المحطة اللي بتشحن فيها روحك علشان تقدر تكمل باقي السنة. والفرق بين واحد خرج بقلب جديد وواحد خرج زي ما دخل هو بس إدراكك للحكاية اللي حكيناها النهاردة. رمضان بوابتك، فمستني ايه علشان تخبط؟ قولي في التعليقات ايه اكتر عادة نفسك تتحرر منها في رمضان السنة دي. ما تنساش اللايك والاشتراك، واستنى الخطوة الجاية.